النهارده هاخدك معايا لفة في سوق قطع الغيار في التوفيقية، وهعرفك ايه ممكن تلاقيه هناك وايه الوقت المناسب انك تروح هناك عشان الزحمة، وكمان هديك فكرة عن اسعار بعض القطع. اول حاجة في التوفيقية واحسن اسعار بتكون على الفرش اللي في الشارع، بس المهم تكون عارف شكل القطعة اللي ناقصاك عشان صاحب الفرش اصلا ما بيكونش عارف ايه بتاع ايه. والاهم انك لو اشتريت حاجة كهرباء من على فرش مستعمل تجربها قبل ما تمشي. والفروشات هناك بيكون عليها حاجات كتير زي كلاكسات مستعملة وجديدة، مساحات ازاز واوطيش بطاريات ودواسات ومراوح تبريد، وفي مكن ازاز كهرباء وكتاوت وغطسان رادياتير وريليهات وفيش، وفي كمان فروشات عليها جلود زي جلد الكوبلين والاسكاترا والبطاحات، وفي بواغات فوانيس، وفي خراطيم رادياتير ومانيفولد وخراطيم عمة الهواء وعدادات تابلون وهوايات تكييف ووحدات تحكم تكييف واجزاء متنوعة من طابلونات لانواع مختلفة من العربيات. ويبقى حظك حلو لو لقيت اللي انت محتاجه لعربيتك موجود، وهقول لك ليه في اخر الفيديو. وكمان في كواريك رفع باشكالها وانواعها، ومساعدين لشنطة العربية، ومواتير مساحات وكباسات تكييف ودراعات نور ومساحات ووحدات تحكم ازاز كهرباء وشبك امامي ومرايات. وطبعا في حاجات جديده زي زراير الازاز الكهرباء بكل اشكالها وانواعها، وفي اشارات للعربيات القديمه والكلاسيك، وسماعات اصليه، ولو عايز مضروب هتلاقي برضه، ولمض ليد، وفي افزان بلاستيك وفلاتر بنزين وليدات وكماليات واوكر داخليه وخارجيه لعربيات قديمه وجديده. في فروشات بتبيع كماليات شغل تكاتك، بس فيها حاجات ممكن تنفعنا زي حوامل الموبايل وانوار اضافيه وكلاكسات ومشابك بطاريه وكواريك وسماعات خلع. ولو عايز تشتري عده كمان في هناك شوارع مخصوص للعده دي، ميني كوبر ملناش دعوه بيها. في مفكات ومفاتيح وبنس بجميع مقاساتها وانواعها. ولو عايز حاجات جديده في محلات هناك ومستوردين بيبيعوا جمله وقطاعي لماركات كتير، الماني وياباني وكوري وامريكي. اخر حاجه بقى السعر، يعني ترمبه زيت افيو ب 500 جنيه، ووحده التحكم دي بتاعه لانوس وسليمه وزرايرها شغاله ب 150 جنيه، وكمان لو فصلت هتاخد باقل من كده. والدرج ده غالبا بتاع اكسنت، انا معرفش بالظبط، بس فيشته موجوده وسليمه وزرايره شغاله وثمنه 150 جنيه، مش تمن زرار التسخين حتى اللي موجود فيه. في الاخر لو حابب تروح التوفيقية يكون يوم الجمعة الصبح عشان الزحمة، وما تنساش تعمل لي لايك ومتابعة.